السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينيك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. خاوتي، حصة اليوم نتكلموا على انتخابات الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وعلى لجنة الترشيحات ولجنة الطعون بقيادة الكهول، وماذا يريدون فعله من أجل أن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة ولن تكن في متطلعات الجماهير الجزائرية التي تريد تشبيب الاتحاد ورجوع وجوه، يريدون عدم رجوع الوجوه القادمة. ولكن نشوفوا التعرقيل وواحد الأمور خرجها هذاك الكهل علي مالك وشلته من هذوك الأعضاء اللي ما يخفى لكمش طاحت عليهم ليلة القدر. هذوك أعضاء الترشيحات والطعون أغلبية جايين من بعيد وحابين يبقوا حتى 4 سبتمبر في الفندق بالعاصمة، الفندق توت اوبسيون، بيسين، مسبح، كل شيء. وقال لك نكسلوها حتى سبتمبر، مهم كدا تموجيجات على قلبهم في اوت يجوا من مدن داخليه وياكلوا ويشربوا بريزون شاش توطال وصاير هكذا وتموجي، والبعض يريد على سفريات خارج الوطن. الامور بدات لما نشروا شروط الترشح، ولقينا امر مهم ومهم جدا، هو غلق الانتخابات وشروط تعجيزية خاصة في بند الشهادة الجامعية. ما يخفى لكمش هذه العهدة تكملة لعهدة عمارة الفاف المعين. عمارة الفاف المعين أخدم عام و3 أشهر، جامور عزبزاف خدم عام، راه باقي لهذه العهدة من 4 سنوات، باقي لها حوالي أقل من عام ونصف، أقل حوالي عام و6 أشهر ولا 7 أشهر، هكا عام ونص تكملة حتى مارس أو أبريل 2025 تنتهي العهدة. نورمالمون نفس الشروط اللي نداروا مع عمارة الفاف ونفس الشروط اللي ندارت مع الزبزاف تندار هذه المرة، وبالسيف عليهم تندار، لأن عمارة الفاف لم يقم بتغيير تكييف قوانين الاتحاد الجزائري مع الفيفا اللي صدقونا عليها جماعة سطيوش، وزبزاف ثاني عام وما دارش تكييف القوانين، كان لاهي بالامور مع بالماضي وعدة امور ما دارش تكييف القوانين. هنا القانون يقول نروحوا بنفس القانون، كون درتو تكييف القوانين وي باتسوسي ما كان حتى مشكل، ولكن ما كاينش القوانين. السي علي مالك دار بند وطايح خشين وانا ونطبق القانون يعني مالك انت والقانون لا حدث. انت راك تسمع في اجنده تاع جماعه تريدون اغلاق كل شيء في هذا الاتحاد، همكم تخرجوها دوبلوسيس، خطه ممنهجه من العصابه بان لن يكون اي مترشح لهذه الانتخابات، او يريدون خدمه مترشح ما، شكون ما لا نعرفه، او اغلبيه يقول لك رايحه دوبلوسيس. راهم دوك نشوفوا معكم، شوفوا معنا شروط الترشح ونهضروا. شروط الترشح عادية جدا، ولكن كاين نقطة مهمة. ملف الترشح لرئاسة الفاف وعضوية المكتب الفيدرالي، صورة شخصية اوكي، طلب خطي اوكي، شهادة ميلاد رقم 12 اوكي، نسخة وثيقة الهوية الوطنية اوكي، نسخة من وثيقة تثبت خبرته المهنية في المجالات الفنية والرياضية والإدارية والنقابية والاقتصادية، نسخة من شهادة الجامعية بالنسبة للدبلومات الأجنبية يشترط معادلة وزارة التعليم العالي والبحث. قال لك يخصنا شهادة جامعية، هذيك السوابق العدلية إثبات دفع الاشتراكات خطينا منها، هذه قال لك نسخة من الشهادة الجامعية وفقط، ولا حاجة اللي يخدم في الإترونجي عنده نيفو يونيفرسيتير، وهذيك تاع ازدواجية المناصب وهذيك ما عندناش إشكال. في 2021 لما جاء عمارة الفاف ولما زبزاف العام اللي فات، الشرط هذا نعاودوه، الحصول على مستوى تعليمي إما عن طريق المؤهلات الأكاديمية أو من خلال ممارسة منصب ذو مسؤولية أعلى في القطاع العام والخاص. هذا قال لك الحصول على مستوى تعليمي، تكون قارئ ولا أنت خادم
كنت مسير تاع شركة خادم أكاديمي دبلوم عبسة كيما هاك تاكل معك هذه. أين هنا هذه ندارت في 2021 و22 هذا الأمر. الآن راه يقول لك نو مستوى جامعي. هذا الأمر كان يطبق إلا على رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد إما يكون عنده مستوى جامعي أو عنده مستوى كذا وكذا، يكون مدير تاع شركة، مدير تاع انتربريز كيما دارها. دونك مسيو علي مالك، اسكو انت فيك مرض النسيان، اسكو اصبت بالهزايمر او اصبت باي شيء؟ هنا فهمنا مسيو يا باغي تدخلونا في حيط وديروا جيبونا تدخل الفيفا بهذه الطريقه. انت ودبيشي حابين تجيبوا لجنه الغوفرنونس تاع الحوكمه، لجنه الحوكمه تاع الفيفا، وهذيك تجي تحكم وما يخفى لكمش راه مترشح فيها مرشح نيجيري وفوزي القجع المغربي. بهذه الطريقه، بهذا الكلام، بهذه الشروط التعجيزيه للكهل علي مالك و بوساه مسيو دبيشي، حابين يدخلوها دبليو 6 ويجيبوا القجع هو من يقوم بيديرنا ديريكتوار، وهو يقوم بالانتخابات الجزائريه. هنا نهار كاين تواطؤ مع القجع. احنا الشعب المغربي خونا. ما يخفيكمش محمد روراو في 2015 هو من قام بتعيين فوزي القجع في الاتحاد المغربي، الجامعه المغربيه، لان روراو هو كان رئيس هذا الامر، هذه اللجنه تاع المنازعات او الغوفرنونس سباك اسمها في الفيفا. كان روراو هو قادبها على ليبوك في الفيفا من كان عضو تنفيذي، وهو كان من تكون مشكله في اي اتحاد هو اللي يروح يلقى لهم بروبليم. كان وقع البروبليم في المغرب بين الفهراسي ولا الفهراسي والغاو انتخابات مع القجع، وراو هو اللي راح قام بها وانتخب فوزي القجع على ليبوك. ومن حق هذا الوقت القجع اذا كان هو في هذه اللجنه يجي هو، اذا ما خرجنا بدون مرشح يوم 4 سبتمبر، يوم 13 اوت الترشيحات تكون مغلوقه، وممكن امكانيه كبيره ان نروحوا الى ديريكتوار، وديريكتوار تعينوا الفيفا رسميا، ديريكتوار تعينوا الفيفا. هنا تدخل اجنبي، تدخل فيفا، ويكون هو من يسير هذا الديريكتوار، هو من يعينه. بهذه الطريقه راهي باغيها علي مالك الكهل مع دبيشي راه زعفان على امر. عندي معلومه بلي دبيشي راه زعفان باسكو كان بروغرامي يروح يشوف كاس العالم تاع النساء في استراليا، وشال البي تاعه ودار اسمه الفيفا، قالنا له رفقه زفزاف، وزفزاف تنحى وقالوا له ما تروحش لاستراليا. غاتو قال لك الله لا يدخلها في حيط ان شاء الله، قال لك ان شاء الله تخرج في حيط، وقال له كذا وكذا. هذا مسعود البيشي راه خارج لها طاي باسكو ما خلاوهاش يروح لاستراليا، هذا السبب. وثاني راه يمشي علي مالك على يده، وكاين امور غادي تصرى علي مالك هاد الايام، ودوك تجينا المعلومه ان شاء الله. انا نشارشوا عليها قال لك امر ثاني على بالي شي غادي دير علي مالك هاد اللعبات، ولكن نخليها لك مفاجاه نقولها في الوقت المناسب. انا على بالي تخطيط لك تخطط فيه مع دبيشي، ولكن نخليه لك، ما نقولكش روك عليه باسكو نقول عليك تقدر تانيليه، نخليك حتى تدخل في حيط باش تخرج لونسيها للشعب الجزائري. انت ما درت والو في رابطه ميدان الهوات، انت فيلا كاتريطاج بنيتها في باب الزوار سيبا باش بنيتها، وانت كنت عاد خدام كادر اطار في لابونك. ما بغيتوش تقيلونا، ما بغيتوش تقيلوا الكره الجزائريه، هبلتونا ومازال تحوسوا تعرقلوا وبايخين تعيشوا اللحظه هذه تاع 20 جور، مازال باغيين تدخلوا الكره الجزائريه. دخلتوها انت، جبت لنا بزاف. انت وين تعرف القوانين يا مسيو الهايشر، يا مسيو علي مالك؟ مشي انت حضرت في شنطر هذا مع مرجب قلت بلي ما يحقش بزاف يترشح لانه مستقيل وكاين البي في وكل شيء، وغمضت عينك وطفيت الضوء وفوت الناس بزاف نورمال، والنتيجه زبزاف دخل الرجل في حيط. انت المسؤول الاول على زبزاف، مش انا، مش الشعب الجزائري. انت اللي فوت الدوسي تاع زبزاف، ما خليتوش الرجال اللي ترشحوا. انتم منافقين، انتم هايشر، انتم فيكم كاع الامور ماشي مليحه، ومازال ربي حاسب فيك. شو مازال ربي يخلصوا عينينا تشوف، مازال تخلص عليكم 2-6، والنتيجه شوفوا واش راه صاري لبنسكران تاع وهران مرطاي يتمشى معناتها كيشوف باسكو بغى الكرسي سقف الكرسي خلصت عليه 2-6. مازال انت تخاف كيما باغي تخرج الكره الجزائريه 2-6 يعني مالك غادي ان شاء الله تخلص عليك 2-6. ان الله يمهل ولا يهمل، دوام الحال من المحال. ديروا كراعكم ما دبيشي، ديروا واش تحبوا، ولكن دوك من يجي التليفون يقرقب لك في هي بلع فمك، فوت كلش، فوتو كي النعاس بعد تقول بيجي كيما درت العام اللي فات زبزف وتاع درع قاعد دابز في سرار وديروا في القوالب. انت ثاني بغيت باغيها كيما حق، باغي تخرجها كيما تحب.
إن لم تستحي فافعل ما شئت. خوتي، بسبب هذا المتهور الكهل علي مالك وشلته ومن وراءه وراء ستار مع كومبليسيتي مع تواطؤ من دبيشي، حابين يتدخل الفيفا ويجيبون الإقجاع، هو من يتحكم في الاتحاد الجزائري. هذه بهذه الطريقة حاولوا يغلقوا هذا البلوسيس ويدخلوها في حيط. خوتي، نتمنى الخير للكرة الجزائرية، ولكن مع الكهول الله يجيب الخير. لكن إن شاء الله نتمنى حماد وزير الرياضة ينقذ ما يمكن إنقاذه بإذن الله. تحية لكم خوتي. 1 2 3 فيفا لاجيري.